السلام عليكم متابعين مصر زمان. معانا النهاردة حكاية أم كني. عند أم كني أشهر ديلر حشيش وأفيون في مصر زمان. احنا عرفنا حكاية أم يني وأم ترتر وأم لطفي، ولسه كمان باقي حكايتين، أم التيتي وأم سحلول. تعالوا بينا نعرف حكاية أم الكني. ده عند أم كني. أم الكني هي السيدة جليلة أنور محروس، من مواليد القاهرة سنة 1840. في عهد محمد علي باشا ورثت من أبيها تجارة الحشيش والأفيون، وكان وقتها مقنن ومصرح به في الأسواق العامة. ثم توالت الأحداث حتى عصر الخديوي إسماعيل، حيث أصدرت الدولة وقتها قانون يحرم تجارة الحشيش. ومن وقتها واجه الحشاشون ظروف صعبة، وكان الحشاشون يشعرون بالاستياء من القانون الذي سلب منهم حرية تعاطي الحشيش. حتى قامت السيدة جليلة بشورى إنهم يمكنهم التمادي بالتعاطي خلف أعين الدولة، حيث قالت جملتها الشهيرة: اللي عايز يشرب يشرب، بس يتكن في بدروم القهوة اللي كانت تمتلكها. وشيع الخبر بين الحشاشين إنك ممكن تتكن عند السيدة جليلة وتفعل ما يحلو لك، حتى ذاعت شهرتها بأنها أم الكن في مصر. وبقى لما حد يسأل أحد الحشاشين عن طريقة تفادية القانون، كانت الإجابة عند أم الكني. ومن هنا استخدم الناس اسم أم الكني كناية عن السطل وعدم الاهتمام بجدية الحديث. شكرا للمتابعة. هي دي قصة أم الكني.